السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحبة. اليوم سنتحدث عن بعض الأحاديث المنتشرة بين الناس، وهي أحاديث لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث المنتشرة بين الناس قولهم قال صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة، وهذا لا يصح نسبته للنبي، بل من الاختلاف ما هو نقمة. من الأحاديث المنتشرة عند الناس قولهم قال صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان، وهذا ليس بحديث، لا تصح نسبته للنبي. من الأحاديث المنتشرة كذلك عند الناس قولهم، طبعا اختلفوا هل هو آية أو حديث: وعلى نياتكم ترزقون، ليس بحديث ولا بآية، انتبه. من الأحاديث المنتشرة بين الناس قولهم النظافة من الإيمان، وهذا لا تصح نسبته للنبي، بل سئل عنها أحد المشايخ فقال هذا حديث روته البلدية. من الأحاديث المنتشرة بين الناس كذلك قولهم قال صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، لا تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث كذلك المنتشرة بين الناس وهي منتشرة عند أهل البطون قولهم لا سلام على طعام، هذا لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث المنتشرة كذلك بين الناس وهي منتشرة الآن في هذا الوقت قولهم قال صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدقوا، ليس بحديث. من الأحاديث التي لا تصح قولهم قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم: الأقربون أولى بالمعروف، ليست بآية ولا بحديث، لا تكذب على الله ورسوله. من الأحاديث التي لا تصح قولهم قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء ما عبد وحمد، هذا حديث مكذوب لا يصح نسبته للنبي. كذلك من الأحاديث المنتشرة التي لا تصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم قولهم الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا ليس بحديث. كذلك من الأحاديث التي لا تصح قولهم قال صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، هذا ليس بحديث. من الأحاديث التي لا تصح قولهم قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا ليس بحديث، بل هو قول للفقهاء، فانتبه. كذلك من الأحاديث التي لا تصح قولهم إكرام الميت دفنه، ليس بحديث. كذلك قول بعض الناس: توقى يا عبدي واقاك، هذا ليس بحديث. البعض قد يسأل يقول: ليش تنبه على الأحاديث المكذوبة والضعيفة؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.